ازيكم، ايه الاخبار؟ انا اسمي حسام هاني وانا بساعد لعيبه كره القدم انها تطور مستواها في كل جوانب اللعبه، سواء مهاره كنترول او قوه تحمل بس من البيت. بشوف لعيبه كتير قوي بتشتكي انها مش عارفه تلعب برجلها الضعيفه، يعني لو انت ايمن فانت مش عارف تلعب برجلك الشمال، ولو الكوره جات لك ناحيه رجلك الشمال بتحس ان انت مشلول، مش عارف اعمل ايه، ودايما بتحاول تجري ناحيه اليمين عشان انت ايمن. اديك مثال، لو انت وينج يمين مثلا والكوره جات لك ناحيه الشمال على رجلك الشمال، تحس انت مش قادر ترفعها، لازم يروح ناحيه اليمين واجري، وبالتالي المدافع مع تاني مره هيعرف ان انت ابيض في الشمال فيقفل لك اليمين، وكل مره هيقدر يقطع منك الكوره. لما حد يجي بيتمرن معايا بيستغرب قوي انا ليه بخليه يعمل التمرين باعداد كبيره، يعني يعمله 500 او 700 مره التمرين الواحد. انا مش بقول لك تعمل التمرين ده كده بس عشان يبقى عدد كبيره عشان اتعبك، لا، انا بقول لك تعمل التمرين كتير عشان تطور حاجه عندك اسمها الماسل ميموري او الذاكره العضليه. الذاكره العضليه دي هي اللي بتخليك تعمل اي حاجه في الكوره من غير ما تفكر، من غير ما تبقى عايز تعمل رياكشن، ردة فعل. يعني مثلا انا لو دربتك ان انت تشوط الكوره في المقص 1000 مره، لما تيجي قدام الجون وتيجي تشوط، حط بطن رجلك او وش رجلك في الكوره هتروح في المقص من غير ما يبقاش قصدك. يعني انت بتلاقي اللعيبه مثلا، اي لعيب تلاقيه بيحط ويشوط الكوره في المقص تقول له ايه ده يا ابن اللعيبه، هو مش قاصد، هو اتمرن عليها كتير لدرجه ان هو لما بيحط وش رجله خلاص بتروح في المقص على طول. خليني اديك مثال عشان تفهم اهميه الماسل ميموري او الذاكره العضليه. في لعيب سله زمان اسمه لاري بيرد. لاري بيرد ده جابوه عشان يعمل اعلان لمشروب غازي زي البيبسي والكلام ده، والمفروض ان لاري هيمسك الكوره ويرميها في الباسكت، فما تجيش طبعا فياخد بق من المشروب الغازي ده وبعدين يرميها تاني فتيجي، على اساس ان هو المشروب طوره. يعني اعلان بقى. انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ لاري مسك الكوره، الناس كلها وقفت، لاري حدف الكوره 10 مرات جاب منهم اول 9، هو مش عارف يرميها بره الباسكت، لان لاري كان بيتمرن كل يوم على الرميه دي 1000 مره. تخيل واحد بيتمرن على الرميه دي 1000 مره، لدرجه ان هو بقى عنده ذاكره عضليه جامده جدا. اول ما يمسك الكوره من المنطقه اللي هو بيرمي منها وبيرمي الكوره، هو العضلات لا ارادي بتروح في الباسكت. فده بيديك مثال على اهميه الذاكره العضليه في كره القدم او في اي رياضه عامه. طب اوصل ازاي ان انا اطور عندي الذاكره العضليه او الماسل ميموري دي؟ هقول لك على حاجتين تقدر تعملهم، حاجه فيزيكال يعني جسديا هتعملها، والحاجه الثانيه منتال تقدر تعملها في دماغك. اول حاجه ممكن تعملها ان انت تعمل زي لاري بيرد لعيب السله وتعمل الحركه اكتر من مره. اقل حاجه تعملها 300 مره، 300 عده. يعني مثلا لو انت بتتمرن ان انت تشوط الكره في المقص، اقل عدد تعمله 300 شوطه. تاني طريقه ان انت تغمض عينك وتتخيل نفسك وانت بتعمل الحركه في دماغك اكتر من مره، تخيلها 500 مره. ده بالظبط كانك اتمرنت عليها في الحقيقه. لعيبه بره عامه بتعمل كده، بتغمض عينيها وبيتخيل نفسه بيعمل حركه مره واثنين وثلاثه واربعه. جربها مع نفسك، اي حركه جديده عايز تعملها غمض عينك وحاول تتخيلها. دلوقتي خليني اشرح لك ايه اللي بيحصل لما بتعمل الحركه اكتر من مره، سواء في الحقيقه او في مخك. نتخيل ان ده دلوقتي مخك، ومخك ده بيبعت اشاره لرجلك الشمال او بيبعت اشاره لرجلك اليمين عشان تعمل الحركه. طب خلينا نقول ان دي رايت ودي ليفت. تخيل بقى ان انت عايز تعمل حركه برجلك الشمال. عشان تعمل حركه برجلك الشمال مخك المفروض يبعت اشاره لرجلك الشمال. انت عشان ايمن الطريق ده كانه طريق سريع، لما مخك بيبعت الاشاره على طول بتروح الطريق ده، مفيش اي حاجه واقفه هنا قدامها، فالاشاره على طول سريعه. لكن انت ما بتستخدمش رجلك الشمال خالص، فتخيل كده ان الطريق ده في مطبات وفي ناس واقفه وفي قصص، طريق زحمه بالاخر. فلما بتيجي تبعت او تيجي تعمل حركه برجلك الشمال، مخك لما بيجي يبعت الاشاره ما بتوصلش كامله، بتلاقيها وصلت حاجه بسيطه قوي، فتلاقي نفسك لو بتشوط الكره بالشمال بتقلش منك لان انت مش متعود. لكن لما مجرد ان انت تعمل الحركه دي اكتر من مره، 300 مره او تتخيلها، هتلاقي مخك عمال يبعت اشارات اشارات اشارات، فهيكسر الحواجز دي، وبالتالي اي اشاره مخك هيجي يبعتها لرجلك الشمال هتلاقي على طول بتروح، وهتلاقي نفسك اتطورت وبقيت تعمل الحركه بكل سهوله. اتمنى تكون استفدت حاجه من الفيديو النهارده. لو تعرف حد الفيديو ده هيفيده يا ريت تشيره معاه او تمنشنه في الكومنتس تحت. السلام عليكم.